السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة سمع اش كاين. العقاوي كيفجر القضية اللي كانت البارح ديال السيدة المسنة اللي جبدها واحد الشخص اللي اليوم ما تعرفات الشخصية ديالو اللي هو راعي الغنم، وعلاش كيدير هذاك الشيء وعلاش كيجبد هذوك السيدات من هذوك القبورة. غنخليكم مع واحد المقطع مع العقاوي. اخي المتتبع، هذه الحقيقه ديال السفاح اللي جبد اكثر من 10 ديال العيالات من القبور. هو اعترف بان مجموعه ديالهم تكرفس عليهم وتكرفست على شرفهم، واعترف بانه كان فين ما مات شي مراه تيفكر واحد العقده نفسيه كاينه عنده ديجا مع واحد المراه عقدته قال لك في حياته، هي مرت لو باترون ديالو اكس باترون ديالو. من تما قرر بدا ينتقم من العيالات. هو ابن المغرب العميق، راعي غنم، ما عمرو شاف المدرسه. طريقه الانتقام من اللي عقدته هذيك، طريقه الانتقام انه اختار القبور اللي قال لي حدا دارهم. قال شوف المراه اللي ماتت من الدوار ودفنوها لابد خصني انني ندوز معها ليلتي. وهكا بدا ولد الحرام تيحاول يبان بين درويش وزوين وحنين، في حين انه هو راه يوميا كيشوف جهه القبور فوقاش يجيبوا شي مراه. جبد السعود والبارح العشره هي خالتي فاطمه. الصرخه ديال قناه شوف تيفي الحمد لله وصلتكم، وصلت للمسؤولين، وصلت لاهل القرار. انزل ابني كان غريب البارح في النواحي. رجال الدرك الملكي برافو عليهم، لان هذا كان اللغز محير لهم، الى درجه ان تما في لو تيران وكانوا هما معقد، لان التسعود والعشره الرئيس المجلس البلدي او القروي ديال سوق الحد اتصلنا به، اقترحنا عليه ان يعطي شي كارت الانعاش ويديروا عساس تما، لان بيني وبينكم ما فيها لا عساس لا ماء لا ضوء لا طريق لا سور، وكان السياسيين واهل القرار والوزراء ما تيدفنوش هما. اتقوا الله